السلام عليكم حبايبي. اليوم جبت لكم قصة جديدة، قصة فيها الخيانة والغدر والثمن غالي ديال الغلط. خليك معايا حتى الأخير حيت النهاية غادي تصدمك. القصة ديالنا كتبدا مع واحد المرأة سميتها ليلى. ليلى كانت عايشة حياة بسيطة مع راجلها حسن، وعندهم جوج وليدات ساكنين في واحد الحي شعبي. واحد المرأة اللي زوينة بزاف، كتبان لك بحال يلا عندها 20 عام، واخا هي راه دازت من 40 عام باقا محافظة على الجمال ديالها والأناقة، وديما كتبان لك راه شادة في راسها، وديما كتبان لك راها مزيان قدام الناس، وتشوفيها وتقولي مو حال هذه واش والده ومجوجة. وكانت ديما كتبان صغار من راجلها بثلاثة الأضعاف. راجلها حسن كان كبر منها بشي 20 عام بحال هكاك، راجل خدام حياته كاملة كيضرب في تمارة مني كان صغير حتى كبر، ومني كبر وتزوج بها ضرب تمارة عاوتاني على ولادو باش يأمن لهم المعيشة والمستقبل. ولكن مع الوقت مسكين بدا التعب كيبان عليه وصحته نقصات، ولا كيقضي اغلب الوقت ديالو في الدار وساكت. مسكين حتى ديك الطاقة ما بقاتش عنده. وكما كتعرفوا اخوتي، الراجل مسكين الا ضرب تماره في الصغر، مني كيجي واحد الوقيته واخا تكون عنده غير 40 عام صافي كيبان لك مسكين راه مشى، راه داتو الايام ودات ليه حتى صحته. ليلى في الاول كانت معايشه مع الوضع، كانت صابره، ولكن مع الوقت ولات كتحس راه خاصها شي حاجه، ولات كتشوف راسها مازال صغيره ومازال باغا تعيش وتفرح وتحس براسها مرغوبه. ولكن مسكين الراجل فنا وعيا وقتلو الزمان، وكان هذا هو الواقع اللي هي ما كانتش كتحمله، وهذا هو المشكل الوحيد اللي كان عندها في حياتها الزوجيه. ولادهم كبروا ولاو مراهقين، وكل واحد فيهم عنده حياته وصحابه، كل واحد فيهم كان كيقرر يجيب صاحبه يبات معاه كما كيديروا اغلبيه الشباب باش يبقاو موانسين يضحكوا وينشطوا حتى الصباح. المهم الدار ولات عامره بالصحاب ديالهم، الضحك النشاط، وهذا الشيء كان كيعجب ليلى حيت كيرجع لها الاحساس بالحياه. كتحس براسها الا تخلطات مع دوك المراهقين كترجع صغيره اكثر واكثر. ولكن في وسط هذا الجو كان واحد الحاجه اللي غادي تبدل كل شيء. ولدها الكبير سفيان كان عنده واحد صاحبه ديما كان كيجي يبات معاه سميتو حمزه، شاب بحال هكا في العشرينات، مظهر زوين كيضحك وفيه النشاط، هذاك النشاط اللي فقداتو ليلى في حياتها. كان كيعجبها الحال تبقى غير مريحه معاهم وتجمع معاهم. هي فوق تفكر راجلها صافي ديك الساعه كيطلع ليها الدم، كتقول مع راسها علاش تا انا ما كتبش ليا نتزوج راجل صغير ونعيش معاه الحياه، علاش تزوجتو كبير هو وشرف قبل مني وانا باقا باغا نعيش، باقا باغا نضحك، باقا باغا نلبس، باقا شحال من حاجه. ولكن الصراحه الدنيا كانت غراها بزاف. هذاك حمزه ما عادش كيفاش تخليها لدماغها، ولات كتبقى مريحه، مره تهز فيها عينيه، مره تشوف فيه، مره تا هو يشوف فيها. ولكن مع الوقت ومع حمزه ديما كما قلت لكم كيجي باش مع ولده، هذوك النظرات تحولوا ولاو متبادلين حتى مع حمزه. حتى هو بقى كيشوف فيها وكيستغرق الوقت بزاف، وكيبقى حاطيها شنو كدير، شنو كتلبس، كيفاش كتهضر، كيفاش كتصرف. وهي كذلك ولات كتلاحظوا بزاف كيفاش كيضحك، كيفاش كيهضر، وحتى كيفاش كيشوف فيها بعض المرات، كيشوف فيها بعض المرات شي نظرات غريبه اللي هي باقي لحد الان هي ما فاهماش. في الاول هي كانت كتقول راه غير ولد صغير، هذاك راه غير صاحب ولدي، ولكن في الداخل ديالها كانت عارفه بلي شي حاجه تبدلات، حيت النظرات ديال بنادم كيفرشوا كل شيء وبلا ما تحتاج حتى تهضر ولا تنطق حتى بشي كلمه. ايوا هنا بدات كدير الاسباب وتخلق الاعذار باش يبقاو بوحدهم. مره تقول لي اجي صاب ليا شي حاجه، مره تقول لي راه خاصني شي حاجه، وبعض المرات كطلب من ولادها يتسخروا باش يبقاو هي وياه بوحدهم في الدار. مع المده هذيك المسافه بقات غادا وكتنقص، غادا وكتنقص، غادا وكتنقص، حتى جا داك النهار اللي غتبدل حياتهم كاملين. حمزه حتى هو كان عاجبو الحال، وكان الصراحة ولا كيبات مع ولدها بزاف، وهكا ولاو قراب بعضياتهم كتر، بنهار كيشوفوا بعضياتهم، وبالليل كيتلاقاو بحال هكا في الكوزينه كل واحد غادي يشرب. مهم كيبقاو هذوك النظارات، ولكن كل واحد فاهم الاخر شنو كان باغي يوصل.
واحد النهار كان راجل الحسن خارج، ولادها كانوا خارجين. بطبيعة الحال حمزة كان ناعس، كان يلا غادي يفيق. مع فاق ما لقى حتى شي واحد في الدار، لا ولدها بطبيعة الحال اللي هو صاحبه ولا راجلها. المهم قال بلا ما نبقى ناعس ونوض، ناض الكوزينة ولقاها كدير الشغالات ديالها. هو يقول لها: خالتي، واش نعاونك في شي حاجة؟ ولكن هاد المرة ليلى ما جاوباتوش بحال كل مرة، غير قربات ليه. وهنا بدات القصة اللي ما كانش خاصها تبدا اصلا. ايوا خوتي، داك النهار تبدلات فيه الحدود. ليلى وحمزة داز بيناتهم داك الخط اللي ما كانش خاصو يدوز، ومن داك النهار كلشي تبدل، ولكن ماشي بحال كيف ما كتصوروا. في الاول كانت خايفه بزاف، وندك الليل كامل ما نعساتش، وبقات كتفكر وانبها ضميرها: اويلي انا شنو درت؟ اويلي واش انا عارفه شنو درت؟ هادشي راه غادي يدمرني ويدمر عائلتي. ويلي راه صاحب ولدي ولا ساق راجلي الخبار. ولكن الصراحه هاد الهضره كامله اللي كانت كتقولها ما كيتوصفش قدام هذاك الشعور اللي حسيت به. حسيت براسها رجعت للصغر ديالها، حسيت براسها بحال رجعت للحياة عاوتاني، ورجعت للشباب ديالها، وولات حية من جديد. حمزة الصراحة حتى هو كان مصدوم، ماشي غير حيت دار هاد الشي خايب زعما مع موت صاحبه، ولكن حيت خان صاحبه، الولد اللي كان كيعتبره بحال خو وفاتح ليه دارو، وكانوا مشاركين اي حاجة تم الاسرار كانوا مشاركينهم. فجأة ولا مشارك ليه ماما. ولكن مع الوقت الخوف ما بقاش، والرغبة غير ما غادا وكتزاد. وبطبيعة الحال الشيطان غواهم وسط ليهم عينيهم، وما بقى عندهم حتى شي ضمير حي كيأنبهم. ليلى ولات كتقلب على اي فرصه باش تشوف حمزه، وكتسول ولدها: فين صاحبك؟ علاش ما جاش اليوم؟ واش ما غاديش يجي اليوم يبات؟ ياك ما مريض؟ ياك ما خاصه شي حاجه؟ وحمزه ولا كيجي كتر من قبل. ولكن دابا ما بقاش غير صاحب ديال الدار وصافي، ولا عنده سر خطير مخبي. كانوا كيتلاقاو غير في اللحظات القصيره، مره في الكوزينه، مره في السطاح، مره في الطواليت، كل مره وفين وعلى حسب اين بلاصه اللي كانت خاويه. واحد النهار عاوتاني كان عندهم واحد الفرح في العائله، كان كلهم مشاو الا امهم ما مشاتش باش تبقى هي وحمزه وياخدوا راحتهم في الدار. بقى هادشي مطول، وبقاو في العاده ديالهم الشيطانيه، ولاو غير كيشوفوا في بعضياتهم في عينيهم، كيفهموا بعضياتهم شنو باغيين يقولوا. ليلى بدات كتكذب حتى على راجلها وعلى ولادها وحتى على راسها، وكتقول: غير كنحس براسي وحيده، غير كنقلب على شويه ديال الاهتمام وصافي. ولكن الحقيقه كانت كبر من هادشي. حمزه حتى هو ولا عايش بجوج وجوه، وجاه كيديروا قدام صاحبه الوفي قدام سفيان، وجا اخر كيديروا في الغيب من كيكون مع ماما في الخيانه والغموض. ولد ليلى سفيان بدا كيلاحظ شي حوايج غريبه. امو ولات كتسول على حمزه بزاف: فين مشى؟ فين جا؟ مالو ما جاش؟ غبر؟ تعطل؟ خاصو يجي، خاصو يدوق من هادي. حمزه ولا كل مره كان كيهرب عليه، وهو كان كيلاحظ هاد الشي، ومره كيبان عليه ساهي وما كاينش هنايا. واحد المره هو يقول ليه: مالك صاحبي حمزه؟ كتبان لي راك تبدلتي، ياك ما واقع شي حاجه؟ حمزه ضحك، هو يقول ليه: لا غير شويه ديال المشاكل وصافي. ولكن في الداخل ديالو كان عارف بلي الخطر كيقرب، حيت عارف راسو من العامه يلقاها. الشهور دازو والعلاقه ما وقفاتش، بالعكس ولات قوى من الاول كتر وكتر، حتى داز 3 سنين. 3 سنين وهما عايشين في هاد السر. هي كتضحك على راجلها وولادها، وهو كيضحك على صاحبه اللي كتر من خوه. وزائد هادشي كيديروا واحد الحاجه اللي محرمه بزاف. الانسان ملي كيطيح في الغلط الشيطان كيعاونو في هادشي، وكيقتل ليه الضمير ديالو باش ما يبقاش انسان واعي شنو كيدير. ليلى تربطات بحمزه واحد الربط اللي قوي بزاف، كتحس براسها بحال كانت شي شمعه طافيه وجات دابا وهي تشعل. ولا المزاج والنفسيه ديالها كتبدل الا ما شافتش حمزه حتى هو ما بقى عارف شنو يدير، ولا تايه ما عارف واش يبعد ولا يبقى قريب. ولكن ديما كان كيدور لهم هذاك الشعور ديال واحد السؤال في راسهم: الا تفضحنا شنو غادي يوقع؟ ولكن رغم هاد السؤال اللي كيدور في راسهم كانوا كيرجعوا لنفس الغلط كل مره.
واحد الليلة حمزة قرر يبيت عند سفيان بحال العادة، ولكن هاد المرة ما كانش بحال المرات اللي فاتت، حيت شي واحد بدا كيشك ولاحظ. في ديك الليلة كلشي كان كيبان عادي. سفيان جاب حمزة يبات عنده كيف العادة، الضحك والنشاط كيتسمع من بيتهم برا، ولكن شي حاجة كانت مختلفة. ليلى الصراحة كانت مقلقة داك النهار، قلبها كان كيضرب بحال الا شي حاجة غادا توقع. وسفيان تا هو ما بقاش مرتاح، كان كيشوف التفاصيل الصغيرة والنظرات ديال امو مع حمزة وطريقة هضرتهم حتى السكات اللي كان كيوقع بيناتهم. سفيان ما بقاش مرتاح، كان كيشوف التفاصيل الصغيره اللي كانت كدوز قدام عينيه، النظرات ديال الام مع حمزه، طريقه كلامهم، وحتى السكات اللي كان كيوقع ملي كيكونوا بجوج. واحد نهار كان دخل عليهم الكوزينه وسكشوا، لقاهم واقفه وحمزه حداها وكانوا قراب بزاف. منين شافوه تفرقوا بالزربه. مو هي تقول: مسكين هاد حمزه صاحبك شحال ظريف، فما يشوفني واقفه كيجي يعاونني وما كيخلينيش نتعذب. ولكن سفيان ما اقتنعش من هاد الهضره. ديك الليله ما قدرش ينعس، بدا كيسول راسو واش غير كنشك ولا صح كاينه شي حاجه. كان الصراحه باغي يكذب راسو حيت الفكره كانت قاصحه بزاف. صاحبي ماما لا مستحيل. ولكن كل مره كان كيرجع يتفكر هاد المشهد اللي شاف، كان كيحس بشي حاجه كتقطع فيه في الداخل. سفيان خدم عقله وقرر يبقى يراقب فيهم وما يقول حتى كلمه. بدا كيشوف كيفاش كيتجمعوا، كيفاش التفاصيل، كيتبع الخطوات. المهم واحد النهار من النهارات ضرب راسو عنده شي غرض ضروري وخرج من الدار، ولكن رجع على غفله. الدار كانت هادئه وسكات. طلع بشويه معطاج وقلبه كان يخرج من بلاصتو. سمع شي صوت خفيف من البيت مو فتح النعاس، وقف قدام الباب وهو يتجمد. فتح الباب بشويه وشاف الحقيقه اللي ما كانش باغي يشوفها. هذاك الساعه العالم ديالو كامل تكسر في ديك اللحظه. الصراحه ما قال حتى كلمه، غير بقى واقف وعيني عامرين بالدموع ومصدومين. ليلى وحمزه بطبيعه الحال تجمدوا في بلاصتهم، ما بقاو عارفين ما يقولوا وما ياخروا ما يسبقوا. سفيان سد الباب وخرج، ما غوت ما ضرب ما دار حتى شي ردة فعل، غير خرج من الدار وقلبه مسكين الله اللي كان عالم به. ليلى بدات كتبكي وحمزه وقف تايه ما عارف شنو يدير. ولكن عارف واحد الحاجه، عارف باللي هادشي كامل صافي راه ساله. الحقيقه ما كانت سالت هنا، حيت سفيان ما نساهاش. داز ايام وسفيان تبدل، ولا مسكين غير ساكت وسايه، ولا كيهضر بزاف وكيبان عليه بحال شي حاجه غريبه مخبيه. وحمزه ما بقى عارف واش يرجع ولا يبعد. حتى جا داك النهار سفيان مشى لعنده ودق عليه بابو، حل ليه حمزه وبان ليه بلي شي حاجه مخبيه غادا توقع. داك النهار مني سفيان ما بقاش متحمل هاد الشيء، وما بقاش متحمل حتى الايام اللي دازو من بعد الصدمه. كانوا كيتجمعوا في الداخل ديالو بحال شي عافيه ساكته، وكانت كتاكل فيه بشويه بشويه. الصراحه ما هضر مع حتى شي واحد، لا مع عمو لا مع باه ولا حتى مع حمزه صاحبه. ولكن القرار الصراحه ديك الساعه كان خداع. مشى حتى لدار حمزه، وقف قدام الباب دق، والصراحه قلبه كان عامر بالحقد والغضب. دق الباب ومسكين حمزه حل. منين شاف سفيان وجهه تبدل، فهم كل شيء في ديك اللحظه. سفيان دخل بلا ما يسلم، شويه ويسد الباب من وراه. السكات الصراحه كان ثقيل في ديك الساعه، ولكن ما طولش. سفيان قال بصوت مهزوم ولكن عامر بالقهر والحقد: علاش؟ واش هادشي اللي درتي ما عارفوش ولا شنو؟ واش هذه هي الصحبه زعما؟ انا غدرتيني حليت لك بابي وحليت لك دارنا، وفي الاخر نستاهل هادشي؟ حمزه حاول يهضر، يلا بدا كيقول لي سفيان غير اسمع ليا، ولكن سفيان قطعو، ما بقى ما يتسمع. صافي انا شفت كل شيء بعينيا. ديك الساعه الكلمات ولاو نار، الغضب خرج دفعه واحده. سفيان دفع حمزه، وحمزه حتى هو رد عليه الدفعه. المواجهه ولات الصراحه مضاربه، ضاربوا بداو كيغوتوا، وكل واحد خرج داك الشيء اللي كان مخبيه شحال من عام هادي.
في ديك اللحظة كان سفيان ماشي غير كيضرب، كان كيخرج داك الألم كامل. كل ضربة كان فيها خيانة، فيها صدمة، وفيها قلبه اللي تكسر ليه. وشكون كسروا ليه؟ صاحبه. وسط ديك المضاربة حمزة طاح، ولكن سفيان ما وقفش، بقى كيكمل وكيضرب فيه حتى ما بقاش كيسمع النفس ديالو. سفيان وقف وبقى كيشوف وكيحاول يفهم شنو وقع. حمزة ما بقاش كيتحرك. في ديك اللحظة هذاك الغضب تحول لخوف. سفيان رجع اللور ويديه الصراحة كانوا كيترعدوا، كيقول شنو درت، كيحاول يفيقوا، ولكن ديك الساعة فات الفوت. سفيان ديك الساعة رجع للدار وعينيه صفرين، وحتى الوجه ديالو مشاو منه اللون. ديك الساعة ليلى مني شافتو عرفات بلي شي حاجة وقعت، وهي تقول ليه مالك شنو واقع. ولكن سفيان غير شاف فيها ديك النظرة اللي كانت الصراحة قاصحة أكثر من أي كلمة كان غادي يكون. نظرة فيها اللوم وفيها الكره وفيها حتى الحقيقة اللي دمرات كلشي. في ديك الليلة الدار ما بقاتش بحال الدار كيف الأول. سر صغير تحول لكارثة كبيرة. خيانة دمرت عائلة كاملة، واحد مات وواحد ضاع، ووحدة بقات عايشة ما بين الندم طول حياتها. صراحة ليلى ديك الساعة تصدمات، قالت لي شكون، ولكن في الداخل كانت عارفة الجواب. سفيان قال لها حمزة مات. الدنيا دارت بها في ديك الساعة، طاحت على الكرسي وبدات كتبكي بحال شي حاجة تكسرت الداخل فيها. ولكن هذاك البكا ما كانتش غير على حمزة، كان حتى على راسها وعلى الغلط اللي دارت حتى النهاية اللي وصلت لها. ما داش وقت طويل حتى البوليس وصل. الخبر وصل بالزربة وشهادة الجيران والتحقيق بدا من هنا. سفيان ما هربش، والصراحة ما كذبش، كان عارف باللي النهاية ديالو قربات. شدوه وخدوه. ليلى بقات كتشوف فيه وهو خارج. ولدها اللي كانت باغية تحميه ولات هي السبب في الدمار ديالو. حسن مسكين الاب منين عرفت حطم، ما قدرش يفهم كيفاش وصلت الامور حتى لهذا الحد. مرتو وولدهم والكارثه اللي وقعت. بقى ساكت، ولكن داك السكوت ديالو كان قسى مسكين من اي جواب او لا اي غوت ولا اي حاجه كان يقدر يقولها. دازوا الايام وسفيان مسكين مشد في الحبس وكيعيش وهو ندمان. ليلى بوحدها في الدار، كل كنت كتفكر في الغلط اللي دارت. ما بقاتش ديك المرة اللي كانت كتشوف راسها زوينه، ولات غير وحده مهزومه وعايشه غير بالذكريات والندم. القصة بدات بنظرة وتحولت لسر كبير وسالت بكارثة. الخيانة ماشي غير لحظة ضعف، ولكن قرار يقدر يدمر حياتك كاملة. وهنا كتسالي القصة ديالنا اليوم. القصة فيها عبرة كبيرة، أي قرار غلط حتى إلا بالك صغير يقدر يبدل حياتك كاملة. إلا عجبتك القصة ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا القناة باش يوصلكم كل جديد ديال القصص، ونتلاقاو إن شاء الله في قصة الجاية تقدر تكون خطر من هاد. وهنا كنقول لكم باي باي حبابي.